بروسيلوزيس أو البروسيلا أو الحمى الملطية هنشرحها النهاردة بالتفصيل الممل، وهنتكلم عن أدق طريقة لشغلها جوه المعمل. هنشرح التيوب ميثود بالتفصيل، فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك وصلي على النبي ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معكم كابتن أناليسيس. يلا نشرح البروسيلا بالتفصيل الممل. قالك هي واحدة من البكتيريا المستخدمة في الحرب البيولوجية، يا دي السواد. بتتميز انها زونوتيك انفكشن. يعني ايه؟ يعني الاصابة بتحدث عن طريق الانيمال، الحيوانات. طيب الجنرال كاركتر بتاعتها ايه؟ قالك جرام نيجاتيف، شورت باسيلس، كوكو باسيلس، ايروبيك، نون موتايل، نون كبسول. كل دي الجنرال كاركتر. عندي كام نوع منها؟ قالك في اكتر من نوع، زي البروسيلا ابورتس، ودي هتصيب الكاتل، الماشية، وهتسبب فيهم اجهاض، هتعمل لهم ابورشن، وبالتالي اتسمت ابورتس. تاني نوع البروسيلا ميليتسنس، ودي بتصيب الشيب، الاغنام. تالت نوع البروسيلا سيروس، ودي بتصيب الخنازير. ازاي بتتم الاصابه بالبروسيلا؟ قالك يا اما عن طريق الحيوان المصاب، يا اما عن طريق استنشاق الرذاذ، يا اما عن طريق الطعام الملوث. لما بتحصل الإصابة بالبروسيلا هتسبب ليا مرض اسمه بروسيلوزيس أو الأندلوانت فيفر، الحمى المتموجة، أو المالتا فيفر. بتتميز البروسيلا إنها بتعيش في الأعضاء التناسلية للحيوانات، وهتسبب ليهم يا إما إجهاض يا إما عقم. جميل جدا. طب إزاي تحصل الإصابة للإنسان؟ قالك بص يا سيدي، لو واحد عنده بريك سكين، عنده جرح في الجلد، وتعامل مع حيوان مصاب، بالتالي هتحصل ليه إصابة. كمان عن طريق الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي، الجي اي سيستم، الجهاز الهضمي، ملتحمة العين، الميوكاس ممبرين. كل دي ممكن تصيب الإنسان بالبروسيلا لو فيها مشاكل. طب ركز في المعلومة دي، لم يتم التأكد الإصابة بالبروسيلا عن طريق ممارسة الجنس. طيب ركز في المعلومة دي، إن البروسيلا ممكن الإنسان يتصاب بيها عن طريق تناول اللبن المصاب. بس خلي بالك ان البروسيلا بتكون سنسيتيف تو هيت، حساسه لدرجه الحراره، وبالتالي عمليه البسطره مهمه جدا في التخلص من البروسيلا. هقول لك معلومه في غايه الخطوره عن البروسيلا. البروسيلا لما بتروح للبلاد ستريم هتدخل جوه الماكروفاج، وبالتالي هتقاوم عمليه الفاجوسيتوزيس. البروسيلا ممكن تعمل ليا سبتسيميا، تسمم دموي، وهيظهر عند المريض اعراض زي الفيفر، الهيديك، البادي اك، المننجايتس، التهاب سحائي. وكمان هتعمل له اللارجد اسبلين، واللارجد للليفر، واللارجد في الليمف نود. كل دي كوارث البروسيلا بتعملها لي. هقول لك معلومة مهمة جدا عن مريض البروسيلا. هيروح للطبيب المعالج ويقول له عرضين مهمين جدا. العرض الأول إنه بيجيله حمى متموجة أو متذبذبة، بمعنى أصح بيسخن بالليل ويرجع الصبح طبيعي، يسخن الصبح ويرجع بالليل طبيعي. تاني عرض هيقول له للدكتور أو للطبيب المعالج إن جسمه متكسر كأنه واخد علقة موت. الطبيب المعالج هيسأله عن الهيستوري بتاعه، فممكن يكون بقى بيشرب ألبان، او بيتعامل مع حيوانات، او شغال في مجزر، او طبيب بيطري، وغيره من الاسباب اللي بتسبب الاصابه بالبروسيلا. على طول الطبيب المعالج هيطلب منه تحليل البروسيلا. العينات المستخدمه ممكن افحص بلاد او سي اس اف. جميل جدا. طيب التشخيص عندي قالك باكتر من طريقه. اول حاجه الكالتشر، المزارع، ولكن لا يفضل ان نعملها للبروسيلا لان البروسيلا بكتيريا خطيره جدا. هنزرع على انريتش ميديا، هتحتاج ثاني اكسيد الكربون بنسبه 10%. طب البايوكيميكال قالك هتبقى كاتاليز بوزيتيف، اوكسيديز بوزيتيف، والاتش 2 اس بوزيتيف. تاني حاجه عندي السيرولوجيكال تيست. طيب الايجنت بتاعي هيتكون من ايه؟ قالك عباره عن لاتكس كوتد باي كيلد بروسيلا انتيجين. حلو الكلام. والسيروم هيكون فيه انتي بروسيلا انتي بودي. جميل جدا. عندي انتيجين وعندي انتي بودي يمسكوا مع بعض ويعمل لي انتيجين انتي بودي كومبلكس، ويظهر الاجلوتينيشن عندي.
العينة ما بتحتاجش ان يحصل لها اي preparation، كمان لازم السيرم يكون فري هيموليسيس واقدر اشتغل بيه واحفظه في درجة حرارة من 2 ل 8 لمدة 24 ساعة. عندي 3 طرق لإجراء السيرولوجيكال تيست، تعال اشرحهم لك بالتفصيل. أول حاجة كواليتيتيف، تاني حاجة سيمي كوانتيتيف، تالت حاجة كوانتيتيف. قبل ما تشتغل التحليل بأي من الثلاث طرق لازم تطلع الرياجنت من التلاجة وتسيبه ياخد درجة حرارة الغرفة وبعدين تعمل له موكس كويس قبل ما تشتغل. تاني حاجة لازم العينة بتاعتك يحصل لها completely clotting وبعد كده اعمل لها centrifuge عشان اخد clear serum. طيب تعالى نتكلم عن الكواليتيتيف وهي عبارة عن بوزيتيف او نيجاتيف، موجودة ولا مش موجودة. هشتغل ازاي؟ قالك ايكوال فوليوم 50 مايكرون من السيروم على دروب من الرياجنت او 50 مايكرون من الرياجنت. حلو الكلام. عندي شريحة خاصة بتحليل البروسيلا، احط 50 مايكرون على 50 مايكرون، ابدأ اعمل ميكس وروتيشن جميل جدا لمدة من دقيقة لدقيقتين. لو ظهر عندي اجلوتينيشن هتبقى بوزيتيف، ولو ما ظهرش هتبقى نيجاتيف. طب لو ظهر عندي اجلوتينيشن بقت بوزيتيف، قال لك هتدخل على ستيب نمبر 2 وتعمل السيمي كوانتيتيف. هشتغلها ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، في اكتر من طريقه، تعال اشرح لك الطرق اللي موجوده في البامفلت. اول حاجه هتحط دروب من الرياجنت على 80 مايكرون من السيروم، لو ادت بوزيتيف هتحط دروب من الرياجنت على 40 مايكرون من السيروم، لو ادت بوزيتيف هتحط دروب من الرياجنت على 20 مايكرون من السيروم، لو ادت بوزيتيف هتحط دروب من الرياجنت على 10 مايكرون من السيروم، لو ادت بوزيتيف هتحط دروب من الرياجنت على 5 مايكرون من السيروم. وطبعا كل خطوه بعملها لوحدها. حلو الكلام. اصبح ال 80 مايكرون تركيز 1 ل 20، وال 40 مايكرون تركيز 1 ل 40، وال 20 مايكرون تركيز 1 ل 80، وال 10 مايكرون تركيز 1 ل 160، وال 5 مايكرون تركيز 1 ل 320. بس خلي بالك الطريقه دي مش دقيقه قوي، وعشان كده هشرح لك الطريقه الادق واللي المفروض تشتغل بيها في المعمل عندك. فيلا بينا. المفروض لو طلع التحليل عندك في الكواليتيتيف بوزيتيف تشتغل بطريقة الكوانتيتيف او فيما يعرف باسم التيوب ميثود، طريقة الانابيب. طب ركز معايا ويلا نشوف هنشتغلها ازاي. اول حاجة هتجيب انبوبة فاضية وتحط فيها 1.9 ملي نورمال سلاين على 100 مايكرون من السيروم وتعمل كويس كده الانبوبة دي تخفيف 1 ل 20. وبعد كده هتجيب 7 انابيب وترقمهم تيوب 2 تيوب 3 تيوب 4 تيوب 5 تيوب 6 تيوب 7، وتحط في كل انبوبه من الانابيب دي 1 مللي من النورمال سلاين. وبعد كده هتاخد 1 مللي من الانبوبه اللي انت عاملها تخفيف 1 ل 20، تمام، وتحطه في الانبوبه رقم 2 وتعمل ميكس وتشيل 1 مللي وتحطه في الانبوبه رقم 3 وتعمل سيريال ديلوشن لحد ما توصل للانبوبه رقم 7 هتاخد منها 1 مللي وتتخلص منه. وبكده يبقى الانبوبه الاولى تيوب 1 اللي احنا عاملينها 1 ل 20، الأنبوبة التانية 1 ل 40، الأنبوبة التالتة 1 ل 80، الأنبوبة الرابعة 1 ل 160، الأنبوبة الخامسة 1 ل 320، الأنبوبة السادسة 1 ل 640، الأنبوبة السابعة 1 ل 1280. بعد ما حضرت التخفيفات هشوف البروسيلا عندي هي ايجابي في الابورتس ولا الميليتسنس ولا السيوس، وبعد كده هبدأ احط عندي الرياجنت في الانبوبة رقم 3 و4 و5 و6 و7. كل انبوبة هحط فيها دروب من المحلول وبعد كده اغطي الانابيب كويس واحطها في درجة حرارة 37 واعمل لها انكيوبيشن لمدة 18 ساعة. وبعد كده هشوف لو حصل اجلوتينيشن في التيوب عندي يبقى بوزيتيف، لو ما حصلش اجلوتينيشن يبقى النتيجة بتاعتي نيجاتيف. دي كانت حلقة النهاردة في تحليل البروسيلا، اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.